بص يا صاحبي، عمرك سمعت جملة الصاحب اللي بيقلب عليك وبيرجع يقولك معلش؟ دي تقريبا قصة ستيف جوبز مع شركته. تخيل مؤسس شركة أبل بيطرد من الشركة اللي هو نفسه عملها. والله اتطرد رسمي بجد. وده زي كده بالظبط لما تسمع ترند الأيام دي بتاع ده أنا اللي عملتكم. ستيف فعلا كان له حق يقول الجملة دي. طيب قول لي، لو شركتك طردتك هتفكر ترجع تنقذها بعد سنين ولا هتسيبهم وتبعد؟ اكتب لي رأيك تحت. وبعد ما اتطرد ما عادش يعيط، راح أسس شركة جديدة وابتكر ونجح، والعالم فجأة لقى شركة أبل قربت تفلس. ويوم ما رجع زي البطل اللي داخل ينقذ فيلم أكشن. أول ما مسك شركة أبل تاني قلب الدنيا، نزل بالآي ماك وبعده الآيبود وبعده الآيفون اللي قلب حياة كل واحد فينا. سؤال بقى، شايف ستيف جوبز عبقري ولا محظوظ؟ قولولي وانا بقرا الكومنتات. ولو حابين كل يوم احكي لكم قصه نجاح تبهركم اشتركوا فورا علشان الحلقات القادمه افضل واقوى.